سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار وتتابعون فيها خبرا عاجلا بخصوص جلالة الملك محمد السادس نصره الله. خبر عاجل ومفاجئ بخصوص الزيادة الثانية في أسعار قنينة الغاز بالمغرب، انقلاب حافلة لنقل المسافرين يخلف مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين. أسعار البيض تواصل ارتفاعها القياسي وتثير استياء المستهلكين، والنفق البحري بين إسبانيا والمغرب يدخل مرحلة التنفيذ. لكن قبل الخوض في تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، ندعوكم متابعينا الكرام إلى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو لتتوصلوا دائما بجديد الأخبار الوطنية والدولية. والآن إلى التفاصيل. من المرتقب أن يشد الملك محمد السادس الرحال مطلع الأسبوع المقبل من مدينة تطوان في اتجاه العاصمة الرباط، حيث سيترأس يوم الخميس 4 بمسجد حسان العريق حفلا دينيا مهيبا تخليدا لذكرى المولد النبوي الشريف، وهي مناسبة دينية جليلة دأب المغاربة على الاحتفاء بها في جو من الخشوع والروحانية. العاهل المغربي أمضى عطلته الصيفية كما جرت العادة بمدينة تطوان وضواحيها، متنقلا بين القصر الملكي بالحمامة البيضاء وإقامته الخاصة بالمضيق، حيث قضى أسابيع من الراحة والاستجمام. كما ظهر أكثر من مرة وهو يمارس هوايته البحرية المفضلة رفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة لله خديجة، في مشاهد لاقت تفاعلا كبيرا من المواطنين الذين تابعوا تحركات الملك بكل ود واهتمام. وشهدت تطوان والمضيق خلال هذا الصيف كالمعتاد سلسلة من الأنشطة الملكية البارزة، إذ احتفل الملك بعيد الأضحى المبارك وسط أجواء إيمانية خاصة، كما ترأس احتفالات عيد العرش المجيد، إضافة إلى إشرافه على حفل الولاء الذي يعد من أبرز الطقوس الرسمية في المملكة، وهو ما جعل المنطقة محط أنظار الرأي العام الوطني طيلة الأسابيع الماضية. وفي خبر آخر، تستعد الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش لتفعيل الزيادة الثانية في سعر قنينة غاز البوتان، وذلك كجزء من خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى التخلص التدريجي من نفقات دعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة. وعلى الرغم من أن فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية كان قد صرح في يناير الماضي بأن قرار زيادة سعر البوطة غير مطروح على طاولة الحكومة، إلا أن عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب أكد لاحقا أن الحكومة تستعد بالفعل لزيادة السعر بمقدار 10 دراهم للقنينة الواحدة، متوقعا أن يتم ذلك خلال الفترة الممتدة بين شهري شتنبر وأكتوبر. وأوضح الجواهري خلال ندوة صحفية أن هذه الزيادة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية فصل الصيف، مما سيرفع سعر القنينة من حجم 12 كيلوغراما إلى 60 درهما بعد تطبيق هذه الزيادة الثانية. من جهته لم يحدد مصطفى بايتس الناطق الرسمي باسم الحكومة موعدا دقيقا لتطبيق الزيادة، مكتفيا بالقول إن الحكومة ستعلن عن القرار رسميا حين يصبح جاهزا. وفي سياق متصل، أكدت مصادر مهنية في قطاع التوزيع أنها لم تتلقى بعد أي إشعار رسمي يفيد بزيادة وشيكة في أسعار قنينة الغاز. ومن جهة أخرى، عبر العديد من المواطنين عن غضبهم من هذه الزيادات المتكررة في الأسعار. وفي أخبار الحوادث، عرفت الطريقة الوطنية الرابطة بين العيون والسمارة مساء أمس اصطداما عنيفا بين حافلة تقل عمال الفوسفات وسيارتين خفيفتين من نوع داسيا، ما أدى إلى مصرع 5 أشخاص في الحال. الحادث أسفر أيضا عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف ركاب آخرين، حيث تم نقلهم على وجه السرعة نحو المستشفى الجهوي الحسن بن المهدي لتلقي الإسعافات اللازمة. وفور علمها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، حيث جرى نقل الضحايا إلى مستودع الأموات والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، فيما فتحت السلطات المحلية والأمنية تحقيقا ميدانيا لتحديد ظروف وملابسات هذه الفاجعة المرورية. وفي أخبار الأسعار، شهدت الأسواق المغربية خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا متجددا في أسعار البيض، حيث بلغ ثمن الوحدة درهما ونصفا، فيما سجلت بعض المناطق سعرا وصل إلى درهم و25 سنتيما. هذا الغلاء دفع العديد من المواطنين إلى التعبير عن استيائهم، خصوصا في ظل غياب توضيحات واضحة بشأن أسباب هذا الارتفاع، رغم أن الظروف المناخية الحالية لا تبرره بحسب ما عبر عنه بعض المستهلكين. ويرى مهنيون في القطاع أن الأسعار مرشحة للاستمرار في حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة المقبلة تبعا لمؤشرات العرض والطلب. البرلمانية فاطمة التامني
قالت إن هذه الزيادات أثارت موجة استياء واسعة وسط المستهلكين، خاصة من ذوي الدخل المحدود الذين يعتبرون هذا المنتوج من المواد الأساسية ضمن نظامهم الغذائي اليومي. وأشارت إلى أن الارتفاع يأتي في سياق عام يتسم بتزايد أسعار عدد من المواد الأساسية، وقد فاقم هذا الوضع الضغوط على القدرة الشرائية للفئة الهشة والمتوسطة. وقد أرجع بعض المهنيين هذا الارتفاع إلى زيادة كلفة الأعلاف والنقل، فيما يرى آخرون أن قلة العرض وتزايد الطلب بعد عيد الأضحى ساهم في هذا الوضع. وفي موضوع آخر، وقع المغرب وإسبانيا عقد شراكة مع شركة بريطانية متخصصة بهدف تأمين خدمات الاتصال الصوتي ونقل البيانات لفائدة فريق التخطيط المشرف على مشروع النفق البحري المزمع إنجازه عبر مضيق جبل طارق لربط ضفتي البحر الأبيض المتوسط. ووفق ما أوردته صحيفة آس الإسبانية، فقد جرى تخصيص ميزانية سنوية بقيمة 24461 يورو تمتد لعامين، أي ما يعادل حوالي 29589 يورو شاملة للضرائب، لتغطية تكاليف التجهيزات التقنية والخدمات الرقمية. ويذكر أن الشركة البريطانية كانت الوحيدة التي قدمت عرضاً في هذا السياق. العقد يلزم الشركة بتوفير سرعة اتصال تماثلية تصل إلى 1 جيجا بايت في الثانية مع دعم تقني أوتوماتيكي مستمر، إلى جانب حزمة من عناوين IP العمومية لضمان تواصل آمن عبر الشبكات الافتراضية الخاصة في VPN. وتشمل الخدمات كذلك خطوط اتصال خاصة بالمؤسسات ونظام مراقبة دائمي